كلام عن اللعيبه اللي بيروحوا يتفسحوا وبيعملوا شوبينج. يا شباب، اللعيبه دول بني ادمين زينا، يعني كل واحد فيهم له حياته بره اللعب. هو بيروح شغال لعيب، بياخد راتبه على انه شغال لعيب محترف لكن هم مش عبيد عندنا. بنحاول يخرجوا يتفسحوا ويستمتعوا بحياتهم ويرفهوا نفسهم. كون ان انا اخد ده سواء بقى اتنشر على السوشيال ميديا او تهتم تداول واقول الناس راح تتفسح ومش عامله اعتبار ولا حزانين ولا زعلانين ولا لا، ناس زعلانه بس في النهايه كرة القدم. بفوز، بتعادل، بتهزم، كرة قدم. بعمل اللي عليا، بصحح اخطائي. ده ما يمنعش ان الناس تخرج تعمل شوبينج وتتفسح، وكل حاجه تتفهم صح، كل حاجه نحاول نفهمها صح. بس لو كل حاجه اتحطت في مكانها الصح مش هنحتاج لكل الهيصه دي كلها. لعيب انسان حق يفرح، يترفه ويلعب ويتمرن ويتعب، له حياته الشخصيه. يعني مش معقول هيروح امريكا ومش هيتفسح ولا يعمل شغل. يقول لك رايحين رحله ترفيهيه، لا، هي رحله عمل هيلعبوا فيها ان شاء الله وربنا يوفقهم وينتجوا او لا ينتجوا. الحاجات كلها توفيق من عند ربنا. ده ما يمنعش ان هم يعملوا شوبينج ويتفسحوا ولا يبقى بيهرجوا. يعني اللي راح امريكا ده اللي رايح بيعمل صفقات ولا راجل اعمال وبيتفسح؟ الناس اللي راح تشتغل هناك وتتعب وتعمل مأموريات شغل وعمل بيتفسحوا ويعملوا شوبينج يعني. فساعات كده بناخد شويه حاجات كده نتلكك بيها، برضه زي ما بقول عليه يعني طق عنك. بنحاول ان احنا نتعصب على الفاضي على اي حاجه، على اي خبر حتى لو كان مش مستاهل.